السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. هنعمل بقى مع بعض كده صينية كوسة في الفرن محشي تستاهل بق الحبايب كلهم معايا. ماشي، تعالوا كده معايا بقى نشوف احنا مجهزين ايه. اللهم صل على النبي. ده معايا كده بصل، انا غسلته، قشرت البصل وغسلته حلو كويس جدا، وبعد ما غسلته خرطته كده معايا ايه في الكبة، جهزته كده ايه بحيث ان انا يبقى حاجاته كلها جاهزة معايا. ماشي، ومعايا هنا ايه الطماطم، ضربت شفشق طماطم كده حلو. انا ما بصفيش الطماطم بتاعه المحشي ما بصفيهاش، شايفينها كده بسيبها كده بخيرها بتاعه المحشي ده بالذات، انما طماطم الخضار بصفيها. معايا هنا ايه معلقه توم كده مهروسه، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا ملح، قرفه ناعمه، ديت مرقه دجاج يا بنات، ديت كده معايا ظرفين من مرقه الدجاج، بحب مرقه الدجاج. وده كمون، وده توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، جنزبيل، فابريكا. جهزت كل بهاراتي كده معايا في الطبق بحيث ان انا ملبخش نفسي، يبقى حاجاتي كلها جاهزه جنب مني. تعالوا بقى بينا كده، معانا الحله بتاعتنا هننزل فيها بالبصل كله. ماشي، وهجيب معايا الزيت بتاعي، احط بقى الزيت بتاعي تبع الكميه اللي انت هتحطها بقى. ماشي، كده الكميه دي حلوه. لو عندك سمنه حطي، عندك زبده احط، انا هجيب حته سمنه بلدي كده واحطها كمان معانا. اظن كل الوقت هيقول لي انت كل حاجه عندك بتشتغلي بالسمنه البلدي. انا بحب السمنه البلدي يا ولاد، بحط السمنه البلدي في وسط الاكل من ورا الولاد، لان الولاد عندي ما بيحبوش السمنه البلدي خالص. هما ممكن ما يعرفوهاش في طعم الاكل، بس لو انا حطيتها في البيض المقلي بيعرفوها على طول، في ثانيه كده بيعرفوا طعم السمنه البلدي وهي في البيض. تعالوا بقى كده معايا هنحط ده على البوتاجاز بقى ونولع عليه. كده بقى هو يا بنات كده حطيناه على البوتاجاز اهي. انا هنا طبعا ما بحمرش البصله، انا بديلها بس ان هي تدبل معايا كده دقيقتين كده او 3 بالكتير، او 5 دقايق ان هي تدبل بس معايا. ما بحمرش البصله بتاع المحشي عشان احنا عارفين ان المحشي اصلا بيبقى لوحده حامي كده على الصدر وكده. اول ما يبدا يدبل معايا بقى هنزل مع بعض بالطماطم. البصله دبلت معانا بقى حلوين، هنزل بقى كده معايا بمعلقه التوم دي عشان اشم ريحه التوم كده طالعه معايا مع البصله كده، بتبقى ريحتها ما شاء الله. بحب احطها كده مع البصل. احنا قلنا احنا مجهزين معانا ايه كمان؟ مجهزين شفشة الطماطم الحلو ده كده. ريحة التومة بس كده تطلع معايا وخلاص، التومة تاخد تشويحة كده مع الحاجات ديت واحس بريحتها، هنزل معايا بالطماطم. كده تمام. معانا ايه بهاراتنا، كل البهارات. انا بحط كزبرة ناشفة، بس هحط الكزبرة الناشفة وانا بحط الرز والشبت والحاجات دي. ايه رأيكم بقى بخلطة المحشي ديت؟ هحط عليها بقى تتسبك معايا ونشوف هنعمل ايه. هنسيبها كده مع نفسها تتسبك، ههدي عليها شوية بس كده تمام.
تتسبك بقى. تعالوا بقى اما نشوف احنا هنعمل ايه على ما هي تتسبك معانا. احنا طبعا سيبناها كده تتسبك وجبنا الشبت ده كنا غاسلينه، وانا كده حطاه على حاجة اما نشف من المية بتاعته خالص، وهنجيبه بقى نخرطه كده مع بعض ماشي. وطبعا واحنا هنخرطه جبنا بقى حاجتنا كده نقعد على الأرضية ونشتغل واحنا قاعدين على الأرضية. معايا في الطبق الكوسة هنقورها برضو مع بعض ماشي يا حلوين. القطعة بتاعتنا حلوة. أنا ببقى أقطع بالمقص بس أقطعها معاكم كده بس. بسم الله. نبني نقطعها كده مع بعض ناعمة. احنا عارفين إن المحشي بيحب الخضرة، هنكتر خضرة كده معانا عشان طبعا المحشي بيحب الخضرة الكتير. أنا جايبة كده معايا ب10 جنيه شبت على كزبرة، عشان احنا عارفين إن الشبت خلاص هيبدأ إن هو يكتر وكده، بس برضه الربطة لسه الصغيرة ب5 جنيه. جبت معايا كده ربطتين، واحدة شبت على كزبرة. الطبق ده بقى هنحط فيه الخضرة اللي احنا خرطناها دي. معايا برضه الكزبرة، برضه الحاجات دي هشيلها كده في جنب عشان احطها في قلب الصينية او الحلة اللي احنا هنعمل فيها. ماشي يا حلوين. خرط ده بقى كزبرة كمان اهي. كده الخضرة بتاعتنا كلها جاهزة معانا. الشبت على الكزبرة كله كده جاهز. نسيبه بقى كده في جنب، نبدأ نشتغل في الكوسة. حبايبنا اللي قالوا عايزين نعرف عمايل الكوسة بتتعمل ازاي، انا الاتنين اللي انا بشيل ده كده وده، وباجي معايا المقور ده اللي هو بتاع الكوسة، بعمل بيه كده. انا ما بقشرش الكوسة، انا بديلها بس الحربشة كده ايه بسيطة معايا. ايه رأيكم؟ معايا ده واسع شوية وده ضيق شوية، عشان ما الكوسة ما تتكسرش مننا نجيب اللي هو المقور اللي هو ده ضيقة شوية كده، عشان ما تبوظش معانا الكوسة. اللي هحس ان هي كبيرة هعملها بالتانية. انا المرة دي جايبة الكوسة كلها صغيرة كده معايا اهي، بس بعد واحدة كبيرة اللي هلاقيها كبيرة هقسمها نصين. شلنا الباقي من جوه، خليتها رقيقة كده من جوه كلها. ده برضو مشرشر من هنا هعمل ده. وفي موار كمان يا بنات اللي هو طلع الجديد ده اللي هو ببوزين من هنا، لو لقيته هجيبه برضو وابقى اعمل معاكم بره بيه.
انا عامله تقور الكوسه قبل كده وعامله محشي الكوسه، بس طبعا حبايب اللي بيطلبوا مني حاجه عينيا الاتنين لهم، بعمل انفذ لهم اللي هم عايزينه. اعمل كمان ديت كده معاكم عشان بس ما اطولش عليكم، عشان لسه هنحشي مع بعض طبعا ونشوفوا احنا مولعين عليه. بس انا حبيت ان انا اعمل كذا واحده كده معاكم واوريكم انا بنضفها ازاي، عشان طبعا في حبايبنا اللي هم مسافرين وكده بيبقى عايزين ان هم يشوفوا المعلومه كلها صح. ايه رايكم؟ اخلص بقى كده بقيت الكميه دي كلها واوريها لكم في الاخر. كده بقى يا حبايبي خلاص خلصت تقور الكوسه كلها معايا. تعالوا بقى معايا على الحوض نشطفها كده، نبص كده بص معانا برضو على الصلصه، نشوف وصلت معانا لفين. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله الصلصه اتسبكت معانا كده وتمام. نستنى بقى كده يصفى الضغط معايا على ما نغسل الكوسه دي. نغسلها بقى كده تحت الميه عشان لو فيها اي حاجه فيها. خلصنا كده يا حلوين الكوسه اهي. ماشي، جبت معايا كده صينيه عشان افضي معايا الرز صفى من الميه. افضي الرز كده معايا. معانا فين الشبت بتاعنا؟ الشبت بتاعنا معانا، بس قبل ما نحط الشبت نحط شويه كزبره كده معتبرين، كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه دي بتخلي المحشي طعمه ايه تحفه. هقلبهم في بعض كده كويس عشان بس الحاجات دي بقى خلاص نحطها في الحوض. معايا الشبت كده بالكزبره، هنكتر لان المحشي لما بيكون خضرته كتير بيبقى طعمه حلو. بجد في الصيف ما بعرفش اعمل محشي حلو كده زي الشتاء، لان الشتاء بيبقى فيها الخضره حلوه كتير. نقلب كل الرز كده في الخضره دي عشان اجيب الصلصه اقلبها كمان معاها. معايا الصلصه يا بنات. بسم الله، لازم نسمي كده بسم الله في اي حاجه احنا بنمد ايدينا فيها. بركه، كلمه بسم الله كده بركه. طبعا معانا الصلصه ديت لسه منزلينها من على البوتاجاز زي ما احنا كنا مع بعض كده سخنه، هعملها بايديا علشان ايديا ما تتلطعش وكده. اقلب ده، ولو عايز معايا صلصه فضي معايا صلصه اهي. والنور هنا الحمد لله قطع والحمد لله يا فرحه ما تمت، النور اجى قطع في تكمله الحاجه يا ولاد.
بس ازاي؟ ولا بد، ده احنا مفيش حاجة بتعصى في ايدينا. قلبنا الخلطة بتاعتنا اهي كده تمام. اسيبها بقى اما النور يجي نحشيها مع بعض. واخيرا يا حلوين النور يجي، عشان نور الضوء بتاع عندنا هنا كده قربات المغرب، وانا بجهز الحاجات ديت كده على بيات، عشان بقوم الصبح كده رايقة يا دوب الولاد بيروحوا المدرسة وانا بشوف اكل ايه على ما يجوا من المدرسة. تعالوا بقى نحشي مع بعض، يلا. انا هحط اللهم صل على النبي ده في صينية، او ممكن اعمله في الحلة دي من هنا للصبح كده اما اشوف. الحلة دي مكان الصلصة، فقلت هعمل المحشي واحطه فيه، عشان طبعا احطه في التلاجة وكده علشان للصبح. طبعا الصينية مش هتدخل في التلاجة. بسم الله. انا مش بزحم الكوسة جامد يا ولاد، رز اما تيجي تستوي معايا يبقى فيها مكان كده ان هي تستوي. شايفين؟ اعتبر كده ان هي فيها مساحة ربعها فاضي. ساعات بضغط كده على ايديا واروح جايه مدخنه معاكم كمان شوية، واخلص بقى كله الكمية ديت عشان ما اطولش عليكم. بس انا ايه حبيت ان انا، عشان في طبعا ناس طلبوا عمايله ان انا اعمل لهم محشي الكوسة وكده، عايزين يشوفوا الطريقة كلها. انا على قد ما اقدر مش راضية اطول عليكم الفيديو يعني، عشان ما يبقاش طويل قوي عليكم. بحطه كده في ايديا وبصبعي كده الكبير بيدخل الرز لجوه. اللي انا كنت بحس ان هي كبيره معايا كنت بقسمها كده نصين. شويه خلطه محشي كده يستاهلوا بق الحبايب معانا. اعذروني كده مش عارفه، عندي شنقه صعب اوي. ومعايا القرن الفلفل ده، الفلفل ده رومي يبقى حلو اوي في المحشي، ما شاء الله ممكن ياخد حله الرز معانا. برضه حاجات بسيطه يبقى مسكر كده وحلو. ايه رايكم بقى؟ اكمل انا بقى الكميه وارجع معاكم. كده بقى يا حبايبي انا خلصت كل الكوسه معايا اهي. يعني بسم الله ما شاء الله كده. دول كانوا 2 كيلو كوسه معايا كده خلصتهم، والرز ده فاضل معايا. عندي ورق كرنب متفرز في الفريزر هطلعه واكمله بيه. اشوفكم بقى مع بعض تاني الصبح. احنا كده تاني يوم بقى حلوين مع بعض. اللحمه طلعت كده اللحمه معايا غسلتها، شايفين ما شاء الله غسلتها حلوه كده من اي حاجه فيها. لحمه كده بسم الله ما شاء الله حلوه معايا اهي. حطيت ميه كده على البوتاجاز تغلي عشان اديلها غلوه. وديت الكوسه اللي كنا عاملينها مع بعض بالليل. ماشي، ومعايا هنا الصينيه اهو. ثواني كده، الصينيه باخد بقى كده وارص الكوسه كده، واحده في ظهر واحده كده. اي صينيه عندك من بتاع البوتاجاز او صواني الفرن زي اللي عندي دي وبتحط فيها.
الصينية دي كده واسعة معايا، بس ولا هنسيبها برضه شغالة. هنا ده أصغر حجم معايا كده في الصواني دي. معايا قرن الفلفل المعتبر ده كده. معايا شوية الصلصة دول هفضيهم برضه عليهم. معانا الدورة كده بدأ يقدم معايا، بس الصينية اهيت هرش عليها شوية ملح صغيرين كده عشان انا هعملها طبعا هعملها بالشرب. تعالوا بقى نشوف اللحمة. المية غلت معانا كده، المية كده بقى معانا حلوين اهيت بتغلي. انزل معايا باللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدينة دي انا مش هحطها، انا هسيبها اعمل لها تشويحة كده معايا باللحمة، انما هنزل باللحمة معايا التانية. ومن هنا بيحب القراقيش، اللي بيحب القراقيش يقول. هي اللحمة ضامنة وعارفة ان اللحمة دي طبعا نضيفة معايا ولحمة حلوة. اديلها بس غلوة معايا وبعد كده اشيلها تاني على طول. كيس اللحمة ده عندي بقاله 55 سنة. هي اللحمة غالية يا ولاي. هنا بدأت يا بنات تغلي معانا ازاي. وهي بتغلي بقى كده معايا مصفى، اللي هو المصفى الصغير ده، بلم اي حاجة كده وحشة معايا. عرفنا بقى لما بنجلي اللحمة بنحب نجليها عشان تطلع الرغوة والحاجات اللي جواها دي. بلم على طول اللي على الوش ده كده. اما خلاص احس ان هي ما عادش بتعمل معايا الحاجات البيضة دي، اعرف خلاص ان اللحمة كده اخدت معايا غلوة حلوة. هنا كله اتجمع في مكان واحد ازاي. كله لميته معايا في قلب المصفى. جبت بقى حل اللي انا اشوح فيها اللحمة وكده، جبت حتة قطعة الدهنة دي كده اولع عليها البوتاجاز. شغال معايا اهو. تبدأ ان هي تنشف معايا برضو من المية بتاعتها، واللحمة برضو بتتسلق معانا، هنشيل من هنا نحط هنا على طول. تبدأ تنشف معايا. انا ببقى اشيل منها كده واحطها في الفريزر لما اجي اعمل اللهم صل على النبي محشي، باخد منه كده وبحط فيه. اشيل معايا كده حتة دي حلوة كده. انا معايا هنا البصلة، معايا بصلة وورق لورا الفخشب، فلفل اسمر صغير حصى حبهان. هنزل بيه وهسيب الفلفل والطماطم كده الاخر. الحاجات دي كده تاخد تشويحة مع قطعة الدهنة دي، هتدي ريحة حلوة. شوية زيت بس كمان كده صغيرين.
اديني اللحمة هنا اهي، اجيب بقى منها كده من قلب المية السخنة كده على طول هنا. مينفعش ان انا احط على اللحمة تاني مية باردة علشان ما تاخدش معايا سوا كتير. بطلع من المية المغلية دي كده على طول واحطها هنا ايه في قلب الحلة. نقلت الحلة على العين العالية كده. معايا مية مغلية في الكتل بفضها على اللحمة. اما المية تبدأ تغلي معايا كده احط معايا هنا واحدة مرقة دجاج كده على اللحمة. شعرة صغيرة فلفل اسمر، وذرة صغيرة برضو كمون. حاجات بسيطة هي بمسكها بين ايدي صوابع. نزل بقى معايا بالمية. المية لازم تكون مغلية علشان اللحمة نديلها صدمة كده بالمية المغلية على طول. معايا هنا جوز الطيب هديلها برضو بشرة كده خفيفة. اغطي عليها كده لما تخش معايا في نص السوا هاخد منها شوربة عشان اكمل المحشي. هنا معايا بقى الشوربة بدأت تغلي اهي، اللحمة قصدي. هجيب بقى منها كده واسقي الصينية دي معانا. انا كده حطيت كمية الشوربة اللي انا عايزاها اهي. هجيب بقى عندي غطا حلة يكون على قد مقاس الصينية دي، هغطيها وانا مولعة معايا الفرن من تحت وادخل الصينية. حلوين الصينية انا حطيتها كده معايا غطا كتير اهو. الفرن طبعا شغال معانا تمام. هقفل عليها بقى اما تبدأ تغلي معانا. هنا بقى انا شلت من عليها الغطا عشان حسيت خلاص ان هي الكوسة استوت معايا كده، فشلت من عليها الغطا. شايف ان هي بدأت تنشف كمان من فوق، بدأت تاخد ايه تحميرة حلوة. هتحمر معايا من تحت ومن فوق وبعد كده هنطلعها بقى. معايا هنا اللحمة كمان اهي كده تمام استوت. هطلع برضو اللحمة كده معايا وكده ايه بدأنا استوى كده معانا وكله تمام. خلاص كده طلعنا لحمتنا وجهزنا شربتنا وطلعنا كمان صينيتنا. شايفين يا بنات؟ استنوا كده بس معايا يا شباب يا قوم، ايه رأيكم؟ حاجة جنان. شايفين من فوق ومن تحت. فين بقى الحبايب اللي يجي يتغدوا معايا؟ اللي عايز يجي يتغدى معايا يا جماعة يجي، هيشرفني وينورني. وهنا بقى اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسونوش بدعوة حلوة طالعة من قلب الحبايب. باي باي.